بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايبنا الحلوين داخل مصر وخارج مصر وكل أنحاء العالم. بنحبكم كتير كتير كتير. طبعا اللي معانا جديد في القناة منساش يعمل لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان نستمر معاكم ان شاء الله بكم نوصل للمليون. معانا النهارده طريقه بسمه، طريقه شوربه الخضار. طب شوربه الخضار انت عملتها قبل كده؟ ودي طريقه تانية بقى في شوربه الخضار، اللي هي شوربه الخضار بتحط فيها كل حاجه. فيها كوسه، الكوسه ديت ساعات بيقولوا عليها قرع وبيقولوا عليها كوسه، فيها بسله، فيها جزر، فيها لوبيا، اي حاجه خضراء بتحطها لها اهيت، وبتحطيها على النار وبتشوحيها. تحطي نقطة زيت صغيرة زي ما انا حطيت كده، تغطي عليها بقى تتشوح و... وتنزل الحاجات اللي فيها. غطينا عليها. تعالوا بقى عشان خاطر البطاطس ما بتاخدش سوا زيها، هنحط دلوقتي البصلية ديت معاها عشان تستلق معاها. تمام. تعال نحط البصلاية وبعدين نرجع تاني نخرط البطاطس. كده حطينا البصلاية معاها اهيت. هنجيب بقى البطاطس، جبناها اهيت، يجي كام بسطية صغنونة كده ونخرطهم زي عين الكتكوت، زي ما خرطنا الكوسة والجزرة والحاجات الصغيرة دي. اهو نعمل لها 4 ارباع كده وكده، و4 ارباع الناحية التانية، ونعمل عين كتكوت صغيرة خالص كده. يلا يا بنات اتفرجوا معايا وتعلموا مني خرط البطاطس ازاي. شفتوا عين الكتكوت بتاعتي صغنطوطة؟ شفتوها اهي. يلا كده اكون خرجت معاكم البطاطس. تعالوا نروح بقى على النار نحطها ونشوف اخبار طريقة عمل شوربة الخضار نظامها ايه. يلا بينا اهي. ومعانا كده شوربة الخضار بدأت اللي هي تتشوح بسيطة اهيت، وبرضك نقلبها والبصلية موجودة فيها اهيت. هنحط بقى البطاطس معانا كده. خلاص حطينا البطاطس، ناخدها تقليبة. نقلب البطاطس كده حلو زي ما احنا مقلبين الكوسة والجزر والفاصوليا واللوبيا والبسلة واي حاجة خضرا عندك. حط فلفل، شعرة فلفل اسمر بسيطة كده زي اللي انا حطيتها. نرجع نقلب تاني ونغطي عليها كده. غطينا عليها اهو. هنقلبها بقى معاكم. طبعا بتكون جابت المية اللي فيها، يعني مثلا الحاجات دي الخضرة ديت بيكون فيها برضو حاجات مية بسيطة كده، بتكون جابتها معاكم اهي. وقلبناها كويس عشان خاطر الفلفل الاسمر والبطاطس برضو، وكده معانا تكون استوت. في بخار بس طلع على الكاميرا عشان كده غطى. ثواني نسيبها لكم بس تهدى اهي. معانا اهي بدأت اللي هي تستوى وتاخد السوية بتاعها اهوت ما شاء الله اهي. ما شاء الله اللي وصل معانا هنا ما ينساش يعمل لايك. حطينا هنا شوية مية صغيرين، لقيناها طبعا هنقلبها ونشوف ايه النظام. لو هي محتاجة مية هنحط لها مية. زودنا لها كمان شوية مية اهوت عشان لقيناها احتاجت. اللي معانا هنا منساش بقى يحط لنا لايك ويشترك في القناة، واللي وصل معانا هنا يصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلبناها كويس جيدا، نقلب اهوت ونحط بقى شعرة ملح ونرجع نغطي عليها.
بكده تكون معانا شوربة الخضار استوت. طبعا بقى اهي استوت اهيت ما شاء الله. هي دي شوربة الخضار. مش شرط العيان ياكل شوربة خضار، بتبقى حلوة طبعا لأي حد، وفي ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. وشوربة الخضار جميلة ومفيدة، ونسيبكم في رعاية الله وأمنه.